صينية اللحمة دي مبهرة وطعمها هيغير حياتكم في العيد. في الأول هنجيب ريش أو مكعبات أو أي لحمة ضاني ونرشها ببيكنج صودا، ملح وفلفل. والخطوة دي مهمة عشان ما بتخليش الأنسجة بتاعة اللحمة تكش في بعضها أول ما تلمس النار، فاللحمة بتفضل طرية وحلوة. هنحمرها في زيت عشان تاخد لون ونحطها على جنب. وفي نفس الطاسة هنحمر بصلة و8 فصوص ثوم مبشورين وكمان شوية جزر، وهزود كمان ربع كيلو سجق. هحمرهم في بعض واحط معلقة كبيرة دقيق عشان تعمل صوص تقيل، وهزود معلقة صلصة، معلقة بهارات لحمة، شوية بابريكا وشوية قرفة، عصير ليمونة، وكمان نص كوباية عسل عشان تودي الطعم في حتة تانية. وهحط كوبايتين شوربة أو مرقة، وهضيف كمان ورق لورا، عود زعتر، وعود روزماري. نظبط الملح ونسيبهم على النار لحد ما يغلوا ويتقلوا، وهصب كل ده فوق الريش وغطيها بورق زبدة وفويل ودخلها الفرن تستوي براحتها لمدة ساعتين على درجة 180. هتطلع اللحمة دايبة ومعسلة وطعمها فعلا مبهر. جربوا الوصفة دي في أجازة العيد وكل سنة وانتم طيبين.